تضم درنا الليبية أكثر المدن تضررا من إعصار دانيال 3 مرافق صحية حكومية فقط. هي مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي الذي كان يعمل قبل حلول العاصفة بقدرة لا تزيد عن 10%، ما جعله غير قادر على إسعاف المصابين، ومستشفى الهريش الذي توقف عن العمل منذ عام 2019 بسبب أعمال الصيانة، ومستوصف شيحة الذي بقي المرفق الصحي الوحيد بالمدينة حسب مصادر محلية على الرغم من صغر حجمه ومحدودية إمكانياته. على ضوء الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إرسال باخرة تضم 700 غرفة إلى ساحل درنا للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ. خارجيا، هبت دول عدة لمساعدة ليبيا في جهود الإغاثة، والتي تشمل فرق إنقاذ وإغاثة، مستشفيات ميدانية، سفنا وطائرات للمساعدة في عمليات البحث، أجهزة استشعار، وفرق غوص ومواد إيوائية وغيرها. بهذا الخصوص، أعلنت الخارجية القطرية على لسان متحدثها ماجد الأنصاري إرسال طائرتين على متنهما مستشفى ميداني وعشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإنسانية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي. كما أعلن وزير الصحة التركي إرسال سفينة إلى ليبيا تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم إغاثة. وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا للعمل بوصفها مستشفى ميدانيا لإغاثة المصابين ودعم عائلات المصريين المفقودين. فرنسا أيضا أعلنت إرسال فرق طبية لإنشاء مستشفى ميداني للمتضررين من الفيضانات، والقائمة تطول بخصوص الدول التي هبت لمساعدة ليبيا في هذه الكارثة. التفاف دولي لمؤازرة ليبيا في محنتها، لكن انهيار البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة من أبرز التحديات أمام فرق الإغاثة.